حينما تجد شيئا تريده وتدعو الله به ولكن لا يستجيب، فاعلم شيئا مهما جدا. حين يحجب الله عنك ما تشاء فاعلم أنه ادخر لك ما يشاء، وانت تفهم انها دي ايه؟ حرمان. يقول لا انا مش حرمان، ده في عطاء ثاني، بس انت بتطلب على قد ايه؟ معرفتك. وربنا عامل عليك كنترول، يقول لك انت طالب دي، ده انت اهبل، انت مش عارف ايه اللي انا همنعك ديت عشان انا مدخل لك ايه؟ انا مدخل لك حاجه احسن منها. حينما ينساك شخص عزيز عليك وتريد ان تحدثه، ماذا تفعل؟ لما واحد يشغل عنك اوعى تذكره بك، اوعى ايه تذكره ايه بك، بلعنه على هجرك، بلعنه على ايه؟ ساعده على الهجر. ساعده على الهجر بايه؟ بانك انت ما تفكروش بنفسك، زي ما ربنا بيعين الكافر على الكفر ويخليه يطبع له على. نصيحة قوية للأشخاص الذين يألفون ويعيشون في حزن دائم. الذي يألف الحزن يجيبه الله إلى الحزن، يقول انت عشيت الحزن، قال له خلاص نخليك تحزن كل ساعة، كل ما تبرد نجيب لك مصيبة، كل ما تبرد فتكي مسمري باب الأحزان بمسمار الرضا.